هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحقيقة هو السؤال غريب، يعني كالذي يسأل هل تشرق الشمس في النهار؟ يعني هو وجود احتمال أو فرضية أن لا نفرح بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولده هو المستغرب وليس العكس. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم احتفل هو بمولده كل أسبوع، ليس فقط في كل سنة، كما صح عنه عندما سئل عن صيامه يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه. فمجد هذا اليوم، والله تعالى قال لنا وقال له مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما، فذكر يوم مولده وهو في حال اليتم، وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن لبعض إخوتنا رأي نحترمه، لا يحتفلوا، لكن لا يشوشون على السواد الأعظم من الأمة ويجعلونها هي القضية في كل سنة ونسمع نفس الموال. أقول لك يا أستاذ رامي نحن تجاوزنا هذا. وحتى التشغيبات التي تأتي، هو يوم وفاته أيضا لماذا لا تحزنون؟ عن أي دين تتكلم؟ ديننا كما قال الحافظ السيوطي في الرد على هذه المسألة: شرع لنا العقيقة عند الولادة، لم يشرع لنا العقيقة عند الوفاة. فهي مسألة تجوزت والأمة تتجاوزها الآن أو تجاوزتها، لتعود لما كانت عليه قبل هذه الموجة المتطرفة من الآراء. نعم، ويمكن زي ما حضرتك تفضلت الموجة المتطرفة شيخ أسامة، يمكن اللي بيخلي البعض يطرح السؤال مرة أخرى إنهم بيجدوا بعض العلماء إنجاز التعبير الذين يقولون بأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بيوم مولده، فإذا علينا ألا نحتفل بيوم مولده لأنها بدعة. عظيم. أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بيوم مولده فهذا كلام غير موجود، بل الموجود كما أشار فضيلة مولانا أنه عليه الصلاة والسلام قد احتفل بيوم مولده، وأنه كان يتحرى صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. وعندما سئل عن سبب اختياره لهذا اليوم وتخصيصه ذكر هذه العلة الواضحة المحددة، أنه قال: ذاك يوم ولدت فيه. فتخصيص يوم مولده عليه الصلاة والسلام بمزيد من الفرح والسرور وإظهار البهجة ومزيد من الطاعة فيه نحن استقيناه من فعله الشريف عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن الله تعالى تحدث عن عدد من الأنبياء فمجد اليوم الذي ولدوا فيه، فيقول الله تعالى مثلا عن سيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، فيسرد الله تعالى من مكارم يحيى ومعالم نبوته، ثم يجعل الله تعالى هذه المكارم العظمى التي أوتيها يحيى دائرة في فلك يوم مولده، فيقول الله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم ينتقل الحديث في نفس السورة عن سيدنا عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. مكارم جرت على يده وأخلاق وشيم وأنوار هداية، فيجعل الله هذا متفرعا عن يوم مولده فيقول: والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فإذا كانت المكارم التي جرت على يد الأنبياء سيدنا يحيى وسيدنا عيسى تستحق الإشادة والتكريم ليوم مولدهم الكريم، فالمكارم التي جرت على يد الجناب النبوي أولى بأن يكون يوم المولد هو الأساس والجذر الذي تفرعت منه تلك المكارم.